السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هقول لكم معلومة جديدة عن الحمام، ازاي تخلي الحمام عندك يبيض بسرعة وما يصبرش ما يستناش، ازاي تخليه يلحم العش بتاعه بسرعة ويبيض على طول. اول حاجة احنا قلنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا هنهتم بكلفة الحمام، نهتم بالاكل بتاعه، وفي الحر ما تنسوش يا جماعة الحمام في المية عشان خاطر ما يحصلوش جفاف منكم. دي ايه الحاجة اللي احنا قلناها واكدنا عليها اكتر من مرة. تاني حاجة بقى، لو انت عندك حمام بيطلع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حمام برضه بيطلع وعاوز الحمام ما يغيبش عليك. طبعا في فرق ما بين الحمام لما يكون انت سايباه، ثواني اشوف، في فرق ما بين الحمام انت سايباه فاتحه له كده البيبان والشبابيك وسايباه مطلوق، وفي فرق ما بين انت حابساه زي ما انا عامله كده ايه معاه. طبعا انا عشان حبس الحمام فليه تعامل خاص. الحمام اللي هو بيبقى مطلوق وسايباله والدنيا مفتوحه بيلحم العش في اي وقت، وبتلاقيه بيجيب فرشه من بره ويجي ايه معاكي الفرشه بتاعته يجيبها وايه ويعشش على طول. انا بقى بعمل ايه عشان انا حابسه الحمام؟ هو مش انا ساعات ببقى منضفه المكان، يعني القش والكلام ده بيبقى كل ده متشال، والاوضه ديت بتتمسح بكلور وبنطهرها. فهم هيعملوا ايه لو ما لقوش فرشه؟ هيتاخروا في البيض. فانت تعملي ايه؟ انت لما يبقى عندك حمام بايض هتعملي بالشكل اللي انا شايفاه ده. دي صفيحه اهوت ما فيهاش اي حاجه، جايبه لها قش رز حطاه وحطاه في الصفايح، بحيث ان هم منين ما يحبوا يبيضوا يلاقوا قدامهم الصفايح مليانه. يعني ادي واحد وادي اتنين وادي التالتة سايباهم فاضيين، حطهم فيها اهو، حطلهم قش، بحيث ان هم لما يلاقوا قدام المكان قدامهم مليان، ما يلاقوا المكان مليان قدامهم قش، ده هيشجعهم ان هم يبيضوا بسرعه. وممكن يبقوا واحده فيهم بيضه مطلعه زغاليل يعني قصدي، وتلاقوها بيضه في الصفيحه التانية. بتحصل كتير على فكره. يعني انا عندي حمام كان عندي جوز شاطر جدا، كان بيسيب الزغاليل تكبر وكان بيبتدي ان هو يلحم العش في مكان تاني، وكان نفرش له فرشه نلاقيه ايه يبتدي كده ينكش عليها ريش ويبتدي يبيض. فانت لو عندك حمام وعاوزه تربيه تربيه صح، ما تسيبهوش كده، لا افرشي له فرشه بحيث ان هو في اي وقت يلحم عش على طول، ويبتدي ينكت ريش كده ويبتدي يطلع على طول. ما تسيبيش الحمام منه لنفسه كده، علشان خاطر ايه عشان خاطر هو يطلع على طول. ماشي. فاهم حاجة لما يبقى عندك حمام محبوس، الفرشة بتاعته تحطي له فرشة مظبوط. طيب ان شاء الله الفيديو الجاي لو عاوزين ان شاء الله قولوا لي في الكومنتات، لو عاوزين نقول لكم ازاي نبتدي مشروع الحمام ده صح عرفوني، وهنتكلم عنه باستفاضه، ونقول لكم ازاي تربوا حمام من الالف للياء من غير اي تكلفه خالص، وازاي طلع معاكم ويبقى مشروع، وممكن كمان يعملك دخل وما تحتاجيش دخل غيره. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.